يا صباح النشاط والتفاؤل والطاقة الإيجابية، صباح الورد والياسمين على أحلى متابعين. صباحكم معطر بذكر الله. صلوا بينا على الحبيب قلبكم يطيب، واللي يصلي على الحبيب أبدا لا يخيب. معانا بقى النهاردة روتين عميق ومش عميق في نفس الوقت. لايك وشير كده للفيديو، ولو أول مرة بتشوفوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما أعمل فيديو جديد يوصلكم إشعار بيه. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. عارفة لما تكوني مش ناوية تنضفي خالص، ناوية بس تقشي الأوضة كده بالمكنسة، وفجأة تلاقي نفسك شلتي السجاد ومسحتي وغسلتي الشبابيك وكمان غيرت الأطقم بتاعت السراير؟ هو دوت اللي حصل معي. أنا مكنتش ناوية ولا أصور ولا أعمل كل الحاجات اللي أنا عملتها دي. أنا كنت عايزة أكنس السجاد بالمكنسة، فلقيت نفسي بقول طب ما أصور فيديو، بقالي كتير ما صورتش فيديو، والفيديو اللي فات كان عليه تفاعل حلو، بس انا ما كنتش فاضيه خالص الفتره اللي فاتت دي. فقلت لا انا هصور. فانا بصور كده قلت لا انا عايزه اغسل الشيش، عايزه امسح، عايزه اغير الملايات بتاعه السراير. فهو ده اللي حصل، الروتين مش في الحسبان اصلا. اول حاجه بقى عملتها زي ما انتم شايفين معايا كده، شلت الشبكه ديت وخدتها كده غسلتها، وقلت على ما تصفي اكون انا عملت حاجه تانية. الشبكه ديت جميله جدا، بتدي شكل حلو للبلكونه للسلم، وكمان ممكن تستخدم ديكور في البيت عادي، بيبقى شكلها حلو جدا. المهم بقى جيت كده كنت لما الغسيل برضو قلت طبقوا معاكم كده في السريع. انتوا عارفين التصوير ده بيشجعكم وبيشجعني انا كمان، يعني كلنا بنشجع بعض. المهم عايزه اقول لكم ان الصيف انا مش عارفه فيه ايه كميه التراب اللي على الشيش دي. الشيش دوت المفروض اتغسل مره بعد العيد، والعيد مش ما كملش شهر متهيألي يعني. فمش عارفه ايه كميه التراب دي. المكتبه بتاعت الشاشه بلمعها يومين الاقي عليها تراب. فاحنا في الصيف في ايه؟ المفروض مفيش هوا اصلا، مفيش رياح، مفيش حاجه ان هي تنشر التراب بالطريقه دي. المهم ايه، طبقت الغسيل كده، ولما لقيت الشيش متطرب قلت همسكه اغسله بقى بالمره. عارفين انتوا لما نيجي نعمل حاجات احنا كستات يعني، لما بنتشجع والله العظيم ممكن نقلب الشقه كده. تقولي بالمره وانا شغاله اعمل الحاجه دي كمان بالمره، تلاقي نفسك قلبتي الدنيا كلها. وبعد ما بتقلبيها بقى لميها بقى، الجدع اللي تلم. شفتوا تنظيفة العيد لما بنقلب كده البيت؟ انا قلبت الشقة بس مش عارفة بتتلم ازاي. هو ده اللي بيحصل معانا. فتلاقي نفسك بتعملي حاجة، تلاقي نفسك عملتي 100 حاجة وانتي بتعملي الحاجة دي. المهم فكيت كل اطقم السراير كده. طبعا العادي ان الاولاد، عايزه اقول لكم انا ممكن اكنس وراهم مرتين كده بالمكنسه في اليوم. اللي ياكل شيبسي بقى ويوقع، اللي ياكل بقسماط يوقع على الارض، ياكل مش عارف ايه يوقع. فالكنس بالمكنسه دوت اساسي، مرتين تلاتة كده في اليوم. طبعا عشان النمل فظيع جدا في الصيف، اي فتفوتة حاجة ممكن تقع، ممكن تلملك النمل في ثواني. مع ان انا بحصن البيت على قد ما اقدر، لان انا بصراحة معرفش اتعايش خالص مع النمل. فعلى طول برش المكان ومبديش فرصة ان انا اسيب حاجة النمل يجي عليها. دي اهم حاجة. الناس اللي بتشتكي من النمل، نضفي باستمرار، ما تسيبيش بواقي اكل في الارض، في المطبخ، ما تسيبيش اي حاجة تجر رجل النمل ليكي. ده غير طبعا التحصين، لازم أن تكوني رشه حاجة ومحصنة البيت بتاعك. بصي هتلاقي الصيف كده جه وخلص وانتي النمل ده ما عداش عليكي اصلا. المهم بقى الأطقم بتاعت السراير، ناس كتير على طول بيسألوني انتي بتجيبيها منين، بتجيبيها من فين؟ انا ما بشتريهاش، انا بشتري قماش من الوكالة وبفصله. بفصله فين؟ في ناس في الوكالة بيفصلوا حلو جدا، وبتبقى بصوا الملاية مسطرة على السرير. واي حد تاني طبعا عنده ملايات او بيفصل بيعرف يفصل الملايات اللي هي باستك. شايفين شكل الملاية؟ الملاية محطوطة مسطرة على السرير. طبعا الملاية دي بتفضل زي ما هي محتفظة بشكلها، مع ان الولاد بيقعدوا يتنططوا على السراير وينطوا من السرير ده للسرير ده وبيقلبوا الدنيا، بس الملاية استحالة ان هي تتشال او تعمل حتى كشكشة كده، هي ثابتة. بجد دي احسن حاجة تتناسب مع الاطفال وشقاوتهم. يعني كفاية علينا الغسيل بقى ولم وتطبيق والمواعين، مش هتبقى السراير كمان كل شوية يشيلوا الملاية ونروح نفرش الملاية، لا. الملايات اللي باستك دي بجد من اول ما بتفرشيها لحد ما بتيجي تشيليها بتفضل محتفظة بشكلها كده زي ما انتم شايفين معايا. طبعا بتختاري بقى الشكل اللي بيعجبك. انا بحب اجيب لون الكيس يكون مختلف شوية عن شكل الملاية، بس يكون لايت ايه منها. يعني مثلا زي الطقم اللي شفناه دوت، كان الكيس لونه رصاصي، والملاية كان فيها برضو الوان متقاربة كده ايه مع بعضها.
لميت بقى كده السجادة ونضفتها، وشفتوا طبعا منظر البقسماط، تحس ان هما طحنين البقسماط ورشينه على الارض. مش عارفة ايه ده، ربنا يتوب علينا. المهم بقى رحت رشيت بقى الشيش كده بشوية مية، بحب المية في الصيف بقى، يعني طالما هنضف لازم انا بلبط كده في المية يعني. المهم غسلت الشيش وشطفت كمان الحيطان، تحسوا ان الحيطان كده بتتنفس كده وبتجيب بقى طراوة، يعني تحسوا ان الهوا اللي جاي هوا بقى ايه، كله كده ريحته ريحة نظافة، والهوا ساقع كده. وطبعا المية اللي قعدت شوية في أرضية البلكونة ديت بتجيب طراوة برضو على المكان. لميت طبعا كل المية اللي فيها تراب ديت، ورحت جبت مية تاني نضيفة ومعقمة. معقمة يعني مية تكون سخنة عشان ما تشميش ريحة زفارة ولا أي حاجة تضايقك. لازم المية تكون سخنة، تحطي عليها اريال، تحطي عليها أي حاجة للتنظيف أو لمسح الأرضيات، أو ديتول حتى سايب من عند محلات المنظفات. كل دي حاجات بتخلي ريحة المية حلوة. وخدت الأوضة بقى طبعا تلميع كده بالبلكونة، بكمان الطرقة، اي بلاط بقى باين في الشقة تحت الكراسي بحب المعه، عشان لما اجي انضف المكان ما يكونش فيه تراب كتير. شايفين بقى الارض بتلمع ازاي معايا؟ جربوا كده، حطوا مية تكون سخنة وحطوا عليها اريال او اي حاجة بتاعت مسح ارضيات، وهتلاقوا البلاط بيلمع معاكوا، استحالة ان هو يغير. هخلص مسح بقى، وطبعا هتكون الزرعة اللي هي الخشب دي ابتدت ان هي نشفت معايا، جبت لها فروع جديدة، هي بقالها طبعا معايا سنتين، والشمس بصوا نحلت وبرها، وقعت طبعا كل الورق بتاعها. فانا جبت الفرعين دولت وقلت اجرب كده الفهم عليها، هي ليها طريقة معينة الغصون او ورق الشجر ده متركب فيها. فطبعا انا قلت اجرب الفه كده عشوائي واشوف الشكل، بس طبعا هو شكل حلو بس ما عجبنيش قوي. فانا هجيب لها الاقفال اللي هي على الورق القديم دي، وهبتدي اقص الفروع صغيرة، وهعدلها تاني يعني بفيديو تاني وهوريها لكم برضو. خلصت بقى كده وعطرت الأوضة، وهي دي اللحظة المنتظرة بقى. يعني يا سلام بقى على الانتعاش، مع كوباية كده ليمون تقعدي تشربيها وتتفرجي بقى على النظافة. احنا بصوا لو نضفنا ساعة واحدة بس في اليوم البيت كله هيبقى بالمنظر ده، هيبقى بيلمع كده وريحة التعقيم كده طالعة منه ايه، حاجة قمر. المهم بقى ان انا وانا بنضف، احنا كنا اخر النهار فكنت طبعا بقول الاذكار. طبعا ما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك وشير، وانتظروني في فيديو تاني جديد.